ايمن لو عاوز ينصح الشباب الصغير يعملوا بيرسونال براندنج يعملوها ازاي على السوشيال ميديا بشكل عام مش بس على لينكد ان، واهميه البيرسونال براندنج، هل هي فعلا هتساعدهم يمونتايز الكلام ده ويحولوا الفلوس ولا لا؟ لازم تفكر ايه الاثر اللي انت عايز تتركه للناس، انت عايز تاثر في ايه. لو اتكلمناها بيزنس شويه بنسميها اللي هو اليونيك فاليو بروبوزيشن بتاعتك، اللي هو من الاخر ايه الحاجه اللي عند ايمن الشربيني، ايه الحاجه اللي عند اكس من الناس. انت تشوف ايه الفاليو بروبوزيشن القويه بتاعتك، مش شرط تكون اشطر حد فيها، بس ممكن تكون انت افضل حد بيعرف يوصلها بشكل مميز مثلا، ومركز فيها. لان بعض الناس برضو بتلاقيه المحتوى بتاعه واخد من كل ركن اغنيه بالظبط. في واحد تاني لا بيقول لك انا يا جماعه انا مركز، يعني مثلا بتوع انجليزي يقول لك انا مركز في الاطفال، انا مركز مثلا في المبتدئين، مش هقعد بقى اجيب لك ايديومز واجيب لك مش عارف ايه واجيب لك ايه واجيب لك ايه، ما تلاقيش عنده سيجمنت واضحه. صح، السيجمنت عنده مهترئه، اي بوست جايب ريتش الحق انزله بسرعه، اعيد صياغته، اكتبه بشكل معين، اي ترند اطلع اجيب ريتش الم بيه فولورز. لكن في الاخر لو جيت تفتكره مش هفتكره، انا هفتكر مين؟ حد مثلا زي الدحيح هو شغال بشكل معين لاتجاه ماشي عليه. يعني مهم ان انا وانا بعمل بيرسونال براندنج افكر رقم واحد في الفاليو، بس كده.